السلام عليكم. من غير سلام عليكم. انا عندي القدره ان انا اقعد على يعني افطسكم. انت جاي في مش عارف راجل بتعالج والعلاج مش جاب معاه نتيجه. موضوع الحكومه والبلد والدوله والضرايب وانتم ما تعرفونيش شايف الفلوس عامله ازاي والاسعار وبتاع كل ده حطوه على جنب. انت بقى اخبارك ايه؟ انا تعبان يا حامد يا اخويا، انا مدينهم يا حامد. نحن نعيش حالة دوامة أو افطسكم شبه بيت جحا أو ساقية ماشيين فيها. عليا الطلاق بالثلاثة، أنا في دوامة وهتبلعني بقى. لما تخلص اعمل ايه بقى عشان اقول ايه؟ اعمل 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 اعمل. يا ابني امال انت هتعمل ايه؟ إن صندوق النقد اللي هيدينا الأسبوع ده الشهر ده شهر يونيو 820 مليون دولار. خد بالك ما هواش ربا، لان كلمه اعمل اقل خساره واقل خطوره من ان انا اقول ما اعملش قبل ما ادرس واشوف. هنسدد لصندوق النقد اللي مدينا كام يا جماعة؟ مدينا 820 مليون دولار الأسبوع ده يا جماعة. دي فلوس ناس يا عمنا. إحنا هنسدد له من بكرة لغاية آخر شهر يونيو، هنسدد لصندوق النقد 750 مليون دولار. اقل خساره واقل خطوره من ان انا اقول ما اعملش قبل ما ادرس واشوف. حضرتك اكيد يعني عملت دراسه نجوى على النص. يعني هو الراجل هيدينا 820 مليون دولار الشهر ده، احنا هنسدد له 750 مليون دولار. ساقيه ولا مش ساقيه؟ متاهه ولا مش متاهه؟ خد بالك جمعيه ودايره قطر وما بيوقفش. طمنتني يا ريس. نظريه ونظام الحكومه المعصومه دي شكلنا ماشيين فيها لسه. بعجز يفوق 26 مليار دولار، والسؤال لحضرتك الاول، كيف يتم حل هذا العجز؟ او كيف يتم تعويضه؟ فيتكلم يقول لك ايه؟ حجم الدين بتاعكم زاد. طيب ثانيه واحده قبل اي كلمات، مش تعرفني على مجالك. في خبر بيقول انه هيتم طرح بعض المستشفيات الحكوميه للاستثمار امام القطاع الخاص. كل مستشفيات مصر اهو بنفك زنقه ناس، الدنيا ولعت دلوقتي اهو. خد بالك خلي بالكم اللي هقوله عشان يبقى ايه، انا بقول على الهوا اهو بقى، ممكن وزير الصحه يعني يختلف معايا. ونروح دايما واحنا عندنا ضائقه ماليه مع سياده الرئيس. ده متاح لكل المستشفيات في مصر؟ يا بلدي. تعالى اللي مهتم بانك تشتغل في المجال ده اعمل معايا اتفاق، هديك المستشفى واقفه على رجليها زي الفل، والرقم اللي انا حاطه يا دكتور هحطه. ودوله الرئيس طبعا عارف برضو ان لما بنروح مع سياده الرئيس ببقى انا من الناس اللي بحاول يعني اطلع باكبر مكاسب ممكنه يعني. وتعالى ديرها انت بنظام استثماري، بس اديني نصيبي في ال50 مليون. وقاعد ساكت كده؟ امال اقف ساكت؟ طلع قرآن اقرا بسرعه. ماذا اذا حدث وسعر الدولار زاد؟ هيبقى العجز دوت شكله ايه؟ ده نهار ازرق يا استاذ. هيبقى العجز شكله اصعب بكتير. هل في احتماليه انه يزيد؟ يعني من القراءات الاوليه يعني هنسدد 750 مليون دولار بينما احنا اقترضنا 820 مليون دولار. ده يبقى فارق كام؟ يعني 70 مليون دولار ده اللي طلعنا بيه. هل ده مقبول ان احنا نسيب الدين ده للقادم، الاجيال القادمه؟ حرام. كل ده كده وانا اللي قايله. بس انت قايله. انا قايله كده. 8-10 شهور كده كنت بتكلم على موضوع التعويم. بص يا فندم، مع خبراتي مع قراءاتي مع السنين الطويله اللي انا اشتغلت فيها في المجال ده، وتقول هيتحرك يعني هيتحرك. طب لو انت بقى عايز تخليه 50 و60 المواطن يعمل ايه؟ وقلت لك قبل كده هيتحرك يعني هيتحرك، ولم تخيب توقعاتي في مره من المرات. لا واحد ممكن استاذن حضرتك تتشائم بعيد عني عشان انا مش ناقص، انا عندي ظروف خاصه. عايز تقول حاجه؟ لا صحيح، لا خد استلف. بص انت عامل زي الراجل اللي هو في البيت، اولاده بيقولوا له يا بابا عاوزين ان احنا ما عندناش ثلاجه، تشتري لنا ثلاجه. والنبي يا ولد. حاضر. هل انا شفت قطاعات انتاجيه تصديريه بتزيد بتتواجد في الدوله علشان تلبي احتياجات الدوله من الدولار؟ ما شفناش. انا بعمل اقصى ما في عندي، ان وفقت فده فضل الله، وان ما وفقتش العيب عندي واتحمل المسؤوليه امام الله. بس انا اسمع ان حضرتك ديكتاتور. بيقولوا مصر تقفز 100 مركز في الترتيب العالمي لمؤشر جودة الطرق، تحتل المركز 18 الأمريكي. يعني ما شاء الله في عصر السيسي يبقى النهارده مصر في المركز ال18 على مستوى العالم. الله عليك يا بلد في جودة الطرق. هو الناس متصوره ان احنا بنعمله عشان نروح بيه الايه؟ الساحل. بعد ايه؟ مش جايه بالصدفه، جايه بجهد وعرق وشغل وانجاز حقيقي هوجمت بسببه الدوله. لا انا وثيق ملفوظ مع احترامي لاي حد يعني، ولا تبوله ولا اي حاجه لاخواننا الاشقاء، بس انا وثيق ملفوظ يعني. في كتير يعني قالوا ايه؟
قالوا ان الحكومه والرئيس السيسي يعني دايما بيحب يعمل كل حاجه ايه زياده عن اللزوم شويه. اقل خساره واقل خطوره من ان انا اقول ما اعملش قبل ما ادرس واشوف. هو ده اللي خرب البلد دي. دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعثرة وتوفيق الأوضاع. 5 بالحب. انا مش فاهم في ايه بينك وبين